هو انا نسيت احط ملح للطحينه. انا الشيف اللي بتتكلم والمذيعه اللي بتطبخ. في رز الصياديه كل الناس بتعمله بنفس الطريقه، ولكن بيبقى التكنيك مختلف او الاضافات مختلفه. خلوني النهارده اوريكم بقى انا بعمل رز الصياديه ازاي. اول حاجه انا عندي بصلتين، لان هعمل يعني حبه صغيرين، مش هعمل كميه كبيره، ومش محتاجه بقى ان انا اشغل الكبه عندي كبيره، فمش محتاجه اشغلها على بصلتين. وبعدين بصراحه انا بحب البصل بتاع الصياديه يكون ظاهر شويه، يعني في الرز تكون التقطيعه بتاعته كبيره شويه، مش كبيره متخرط، بس ما يكونش متخرط صغير قوي، يعني ما يكونش مفروم، يعني كده اهو يكون ظاهر كده. خلاص كده قطعت البصل وعينيا غسلت وشي. ما تبصوش لدي لابساها عشان التيشيرت مبلول، كنت بغسل خضار وحاجات فالتيشيرت مبلول. انا هنزل بشويه زيت، شويه زيت حلوين كده، يعني الرز ده بيحب الزيت شويه، الرز الصياديه، يعني حوالي ربع فنجان من الزيت هنزل بيه على النار. خلونا قبل ما البصله تحمر، ما بحبش اقلب فيها كتير عشان تتحمر بسرعه، عشان كتر التقليب بيخليها تنزل ميه كتير وتاخد وقت قبل ما تتحمر. فبسيبها لغايه ما الحروف بتاعتها تاخد لون غامق وابدا اقلب فيها. عندي بقى سمك فيليه. انا هعمل انا هقطعه بالطول. السكينه دي مش هتنفع، لازم يشتغل بسكينه حاميه وكبيره. خلاص هبدا اقطعه كده صوابع بالورد كده، صوابع كده، عشان نعمل الفيش فينجرز او اصابع السمك. البصل بصوا اول ما ياخد التحمير كده من على الحروف تبداي تقلبيه عشان ما ياخدش معاكي وقت في التحمير. عندي بقى التتبيله بتاعه السمك. انا عندي توم، بيضه، ايوه بيضه، نيجي معايا للاخر. عندي شويه صغيرين جدا، حوالي 4 معالق مثلا من الحليب. ايوه حليب. تستغربوش البيض واللبن والسمك يخلي الواحد يتجنن، يعمل مش عارفه تسمم، الكلام ده كله مفيش الكلام ده. عندي كمون، معلقه كبيره كده حلوه كمون مليانه، والثوم يعني كزبره على طول، معلقه كمان من الكزبره، وربع معلقه من البهارات المشكله، ربع معلقه بس. اساسي عندنا الملح طبعا، والتمليح ده بتاعك انتي بقى، تحبيه حادق شويه، تحبيه يعني نص زي ما انتي عايزه. خلوني بقى اقلب الحليب مع البيضه مع الكمون والكزبره والبهارات، وانا غسله السمك غسله حلوه. عندي حوالي معلقتين دقيق، معلقتين دقيق، وعندي معلقه من النشا اهو. كده اهو قلبنا الخلطه، ده القوام بتاعها اهو. هجيب بقى السمك بتاعي من غير ليمون،
السمك الفليه يعني الليمون هيهريه قوي، فانا ما غسلتوش حتى بليمون. انا صفيه بس من الميه وهحطه في الخلطه دي، هقلبه. بعد ما قلبته تقليبه كويسه في الخلطه هرفع وهشيله في التلاجة لغايه وقت القلي ونكمل الرز سوا. وزي ما قلنا بقى ان الرز كل واحد فينا بيعمله بنفس الطريقه، ولكن التكنيك مختلف. كل ست عندها التركات بتاعتها اللي هي يعني بتفضل تحطها، كل واحده تحط توابل معينه. خلونا بقى نشوف تركات غاده وحركات غاده والتوابل والحاجات اللي غاده بتحب تحطها على رز الصياديه. انا عندي طماطمايه هقطعها مكعبات صغير بالقشر بتاعها، اللحم بالقلب بكله، انا محتاجاها كلها. انا عندي البصله اصلا اتحمرت وهوريها لكم دلوقتي. حاولي وانتي بتحمري البصله ما تقلبيهاش، كل ما الحروف تاخد لون تروحي مقلباها تقليبه، كل ما الحروف تاخد لون تقلبيها تقليبه. في ثواني هتلاقي البصل احمر معاكي. لما تقعدي بقى تقلبيه كتير ياخد معاكي وقت كتير جدا. اهو البصلايه اهي، يعني انا مغمقاها، بس في ناس طبعا بتغمق اكتر من كده كمان، لا هو انا كده حلو جدا بالنسبه لي. طلع عليها تاني. هنزل بقى بالطماطميه الحلوه دي. عايزه اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي. التوابل بتاعتي انا هنزل كمون، ادي كزبره وكمون، وهحط رشه من الفلفل الاسود وهملح. نقلب، واول الريحه ما تظهر هنزل على طول بالميه. فلفل الوان، خليني اقطعه كده ايه مكعبات. كده عندي الميه خلاص غليت بكل الحاجات اللي فيها. هنزل على طول بالرز. عقبال ما الرز يستوي خلوني اقطع بس قرن الفلفل ده ايه رفيع جدا، مش كده بس، انا عايزاه مفروم جامد. فرمته ناعم، فرم ناعم خالص. انا مش عايزه ايدي ايه عايزين مع الحر والسخونيه بغسل وشي كل شويه، فايه احط ايدي على وشي. فص ثوم كمان اهو، مش هاخده كله كده هحتاج الثوم. دلوقتي هعمل سلطه الطحينه. فرمت قرن فلفل او نص قرن فلفل، فرمته ناعم قوي، يعني ناعم جدا جدا، يعني كانه مطحون. وكمان هرست فصين صغيرين من الثوم، وهنزل بالطحينه. انا هحل او هفك ميه الطحينه بميه هي دافيه، بس هو البراد اللي سخن قوي، لكن هي ميه دافيه او ميه اقرب للسخنه، ولكن مش سخنه مغليه يعني.
ليه بقى؟ اولا الميه لما بتكون سخنه او دافيه بتحلي بيها الطحينه. اول حاجه يعني بتاخد الحده بتاعت فصين الثوم اللي انت حطيتيهم نيين، دي اول حاجه عشان الناس اللي عندها قولون، الناس اللي بتتنفخ من عندها بيجي لها انتفاخ من الثوم الني، فحلو قوي انك تحطي ميه سخنه. تاني حاجه بتتقل الطحينه اكتر وتحلها صح وتخليها ناعمه جدا. بصوا انا لسه كمان ما خلصتش تقليب، يعني كريميه شايفين، ولكن فيها لسه تكتلات لسه مع التقليب، وبتضاعف كمان الكميه بتاعتها، بتتقلها جدا. قبل ما نحط الليمون، قبل ما نحط الخل، قبل ما نحط اي حاجه، هو يا دوبك فصين الثوم وقرن الفلفل الحامي، طبعا ده اختياري، ممكن تحطيه ممكن ما تحطيهوش. هنزل بقى انا اللي حاطه الاساتي دي على فكره كنت ماسكاهم في ايدي مش عارفه اعمل فيهم ايه، رحت حاطاهم في الازازه. طيب خلوني انزل بقى بمعلقتين كبار كده مليانين مكلبظين ومقلوظين من الخل. نشيل الاستك ده كمان. هنحط بقى توابل الطحينه، بحب احط عليها كمون بس مش كتير عشان ما يمررهاش، مش كتير. وزي ما اتعودنا توم يحب معاه الكزبره. الطحينه جربي حطي لمسه الكزبره دي برضو رشه بسيطه تحفه، بتبقى خطيره. هنزل بقى بفصين ليمون، يعني ليمونه كده. خلصت سلطه الطحينه. اول حاجه حاولي انك تعمليها بدري عن الاكل شويه لسببين. اول سبب عشان تبرد لانك مستخدمه ميه دافيه عشان متبقاش سخنه. تاني حاجه تبدا بقى تاخد من التوابل، من الكزبره، من طعم الكمون، من طعم الثوم، تاخد من طعم قرن الفلفل الحامي اللي انت حطيتيه، مش الحرقان، لا طعم الخضار بتاعه او طعم الفلفل نفسه. فلما هتسيبيها في التلاجة شويه قبل الاكل طعمها هيختلف تماما عن ما تاخديها او تاكليها وهي طازه لسه عاملاها. اخر خطوه بقى عندي في الرز واستوى خلاص. انا عندي فص ثوم، عندي فلفل حامي هاخد شويه صغيرين، عندي فلفل احمر اهو، وعندي فلفل اصفر، كفايه دول. انا هقلب كل دول كده بفصين الثوم. دي كده اخر تركايه عندي للرز. الرز عندي استوى اهو. هعمل ايه؟ هنزل بالخضار اللي هو فصين الثوم مع الفلفل الالوان. ودي بقى التركايه او التكنيك اللي انا بمشي عليه في الرز الصياديه. وزي ما قلنا الخطوات واحده، ولكن في كل ست بيبقى ليها تركات وليها كده حركات كده في الرز بتاعها. هو الرز استوى، انا هقفل عليه وهخلي النار هاديه جدا جدا عليه، بس يطلع شويه من البخار على الثوم وعلى الفلفل الالوان. طعمه بيبقى تحفه 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 تحفه. خلوني اغطيه وارجعه على النار. شويه من الدقيق مش كتير. عندي معلقه من النشا اهو. هحط شويه من الكزبره، شويه صغيره، شويه من الكمون والكزبره والبهارات اللي هي السبع بهارات او البهارات المشكله. انا هقلب
الدقيق، معلقه واحده يعني 3 معالق دقيق معاهم معلقه واحده من النشا. ودي اجمل طريقه ممكن تعمليها لصوابع السمك. انا عندي السمك اهو، انا طبعا سبته بقى يشرب التتبيله كويس مع البيضه وشويه اللبن او شويه الحليب. ما تخافيش مش هتتجنني احنا متجننين لوحدنا، جنان بجنان نتجنن. شغلت النار على الزيت عشان نقلي الفيش فينجرز او اصابع السمك. طبعا السمك بتاع الخلطه بتكون تقيله عشان بصوا لما هتاخدي صوابع السمك مش هيفضل منك حاجه في الخلطه، يعني هيبقى واخد الخلطه كلها عامله له كفر. تعالي بقى نبدا كده. اول واحده معانا اهو، خليني عايزه اشتغل بايدي. خلوني هنزل بيهم على الزيت. هنفضها كده، هنزل بيها كده، نكمل باقي الكمية. كده الآلة بصوا اسمعوا، استنى سامعين حتى الصوت؟ شايفين بقى القرمشة؟ الريحة مش قادرة اوصف لكم بأمانة، مش قادرة اوصف بأمانة. رشة من الكزبرة، ريحة الكزبرة بقى بصوا اول ما لمست السمك والسخونية مش قادرة اقول لكم والله العظيم الريحة رهيبة. هاخد شوية من الكمون اهو، الملح يعني مش هحط كتير، رشه بس كده. انا بعد ما قعدناها حوالي نص ساعه تقريبا او اقل، بردت طبعا ساعت، وطبعا خدت وشربت من كل طعم الثوم والتوابل والحاجات دي كلها. خليني انزل بيها، خلوني احط رشه من الكمون كده، ورشه من الكزبره. انا حابه ان الاكل كله يبقى لايق على بعضه، كلمه الحاجه لايقه على بعضها. هنزل لازم معلقه كده عشان ايه، زيت الزيتون مع الطحينة من أفرس الحاجات اللي ممكن تعمليها بجد بأمانة. هنزل بقى ايه، خلي شكلها حلو كده، خلي شكلها كده لطيف. وكمان هنا هعمل كده كده ابقى خلصت. تعالوا بقى اوريكم حاجه كده. ده طبق الطحينه، شايفين الجمال؟ بصوا الحلويات. الطحينه حطي عليها زيت زيتون وشوفي. انا عارفه ان في ناس كتير مش بتحب طعم زيت الزيتون، ولكن بيفرق مع الطحينه وبيكون طعمه خطير. السمك الصوابع او الفيش فينجرز
اللي احنا عملناه من شويه. لا دي عايزه اشرب عصره ليمون. طبعا الريحه مش قادره اقول لكم، فص الثوم ده فرق كتير جدا، الخضار في الطعم في الريحه فارق كتير جدا. خلوني بس ادوق معاكم الاول. تحفه. طبعا الاساسي ملك اليوم النهارده هو السمك المشوي. انا بشويه بره بس بجيبه من غير دقه ومن غير خلطه، يعني بخليه يشوي بس. وما بيجيبه انا بعمل الخلطه بالثوم والكزبره والملح والخل والليمون وشويه الخضار وبحطهم على السمك. فالسمك طبعا مشوي بره، ولكن خلوني بقى ايه انزل بعصره الليمون. طعمه خطير والله العظيم. بصوا بقى نعمل حركه حلوه قوي، سخن جدا سخن جدا. بصوا طحينه كده. تحفه. هو انا نسيت احط ملح للطحينه. سلام.